السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أفضل الصلاة وأتم التسليم. يا رب تكونوا جميعا بخير في أتم صحة وأحسن حال، ويجعل سعادة الدنيا والأرض ما بين إيديكم، اللهم آمين يا رب العالمين. لو انتم شايفين كده خضار كتير وبصل، يبقى في محشي النهاردة. طلب مني ان انا اسلق الكرنب تاني، مع ان انا في فيديوهات كتير بسلقه فيه، بس يعني طبعا طلباتكم اوامر. اول حاجه عشان تنقي الكرنب ويكون حلو لازم تحسسها تلاقيها ايه، فاضيه من جوه، مهويه، تكون بترد عليكي، ما تكونش ناشفه وتقيله. الناشفه والتقيله بيبقى شكلها مثالي قوي من بره، دي بتبقى كارثه من جوه، بيبقى كل ورقها معرق وما فيهاش، مش بتطلع ورق للحشو حلو. فانت وانت بتختاري الكرنبايه اختاريها كده خفيفه وحلوه كده، ويكون ورقها زي دي. تمام. الورق الاخضر احنا مش بنرميه، الورق الاخضر بيبقى بسم الله ما شاء الله الاول القيمه الغذائيه بتاعته عاليه جدا وحلو جدا في الحشو، بيبقى ليه طعم تاني مميز. عايزه اقول لكم مفيش نت اصلا من بدري، يعني خلاص بقت العاده بتاعتنا، لا جاي دلوقتي يعمل لي اشعارات. المهم ان الورق الاخضر مش بنستغنى عنه طالما ان هو حلو كده وجميل كده. بتقوري الكرنبايه زي ما انت شفتيني كده، عملت قورت الراس كده بالراحه كده وعلى مهلك، لو انت لسه اول مره يعني تعمليها. طيب لو انت مش قادره ومش متمكنه انك تخلعي الراس كده، ممكن تقسمي الكرنبايه ذات نفسها اربع تربع كده بالسكينه، وتسلقي كل ربع في الميه. تمام. طب معانا الميه مغليه على النار كده، اول ما بتبدا تغلي هنزل فيها بحبه ملح، واساسي اساسي الكمون. ابعدي خالص عن الناس اللي بتقولك ان الكمون بيمرر او ان الكمون ما يتحطش للمحشي. الكمون ده يا جماعه لازم يتحط في الميه بتتسلق، ولازم يتحط في الخلطه بتاعه المحشي. ما تسمعيش كلام اي حد، طول عمر اهالينا بيعملوا المحشي كده، والكرنبيت كمان لما بنسلقه لازم اساسي برضك نحط في ميته الكمون. تمام. انا قطعت الورق الاخضر حطيته على جنب زي ما انتوا شفتوا كده، وجبت بقى الكرنبايه كده ذات نفسها ايه، قلبتها على الجزء اللي بيبقى فيه العروق في الميه، نزلت بيه كده. تمام. انا بفرحها، ما بمشيش واسيبها، والميه شغال عليها النار زي ما هي. تمام. يا دوبك ما فيش دقيقتين، وبروح مديراها من تحت لفوق، وتكوني بحرص شديد لو انت اول مره تعملي او كده. خلي بالك لو معاكي اطفال صغيره ما يدخلوش المطبخ معاكي في الوقت ده، لان لا قدر الله ممكن الميه تطرطش وانتي بتضيريها. تمام. طيب انتي خايفه انك تعمليها كده زي ما قلت لك، هتقسميها اربعه، وهتنزلي بكل ربع لوحده، وبرضك هتضيريه كده معاكي بمعلقه كبيره او بالسباتيولا او بالماسك، وتطلعيه. ما بياخدش دقيقتين، دقيقه على الناحيه دي ودقيقه على الناحيه دي، احسبيها بالساعه. تمام. طيب انا دلوقتي هضيره على الناحيه التانية زي ما انتوا شايفين كده، هسيبه برضك دقيقه كده من يم تحت، وهنبدا نشد ورقه ورقه. طيب انتي خايفه انه الورق يتهري منك، او ان انتي لسه اول مره تسلقيه، زي ما بقولك احسبيها بالساعه، هي دقيقه ودقيقه. حاجه تانية، ممكن انتي لو انتي خايفه خالص، حضري في ريحك بوله فيها ميه ساقعه، او بوله فيها حبه ميه بحبه تلج، وهتطلعي بالورق من الميه السخنه على الميه الساقعه. هيعمل ايه بقى، هيوقف عمليه التسخين معاكي او السوى، والورقه هيبقى سواها حلو ومظبوط ان شاء الله. زي ما انتوا شايفين انا بطلع كده ايه، بطلع حبه الورق على حاجه في ريحي عند البوتاجاز، وطبعا عشان ما افضلش رايحه جايه عند انقل بالكاميرا من هنا لهنا، فانا باخد الورق اصلا اللي بطلعه، بعد ما بطلعه وبروح اشطفه تحت الحنفية عشان اوقف عملية السوا، وفي نفس الوقت انا بحب اشطفه شطفة كويسة. بعد ما بشطفه بروح حاطاه فرداه على صينية تكون مفرودة معايا كده، بيصفي طبعا المياه الزيادة، او على مصفى كبيرة، الاتنين زي بعض. تمام. يبقى انا الهدف من ان انا امسكه اشطفه بعد ما بيطلع من الميه المغليه، اول حاجه بتوقفي عمليه السوى، تاني حاجه تضمني ان انت شطفتيه شطفه كويسه. يعني في ناس كتير بتعتمد ان هو نزل في ميه مغليه فخلاص كده الميكروبات اللي فيه اتقتلت ومفيش داعي ان هو يتشطف. لا، اشطفيه شطفه كمان واسمعي الكلام، بيبقى افضل يعني. اكدت وقلت خليكي حريصه ان انت ما يكونش في ريحك اطفال صغيره وانت بتعملي الكرنب. يعني انا في الوقت كانت بنتي واقفه، فكنت كل شويه ارجع لورا علشان اطلعها الاول من المطبخ وبعدين ارجع اكمل. تمام. ويكون افضل لو انت بتسلقي على عين بوتاجاز من ورا، بس انا بالنسبه لي العين دي افضل لي، وطبعا مخليه بالي قوي ان ما يكونش في حد جنبي. انا كمان يعني انت ممكن تاذي نفسك، يعني انت فاهماني، لان هي بيبقى الحجم لو حطيتيها زي كده ودرتيها من جنب لجنب
وارد ان هي تنطر ميه فجأة، والميه طبعا بتبقى مغلية، فربنا ان شاء الله يعني ربنا يستر. دوت سليق الكرنب ما فيهوش اي حاجه خالص، سهل جدا لو انت اتبعتي التعليمات اللي انا قلت لك عليها. هي دقيقه كده ودقيقه كده وبتلفيه. ده بقى خلاص الورق الاخضر اللي انا شلته في الاول بحطه كده بعد ما سلقت الكرنبايه اللي هو الورق الابيض، بحطه. هو كان جوزي جايب كرنبايتين، قطعت معاكم واحده والتانيه بقطعها ورا الكاميرا، هوريكم بردك سلقها وانا بحطها بنفس الوضع. هي مفيهاش اي حاجه، سليق الورق والله ما فيه اي حاجه. وبأكد تاني ان انتي سهل جدا، انتي ممكن تقسميها بسكينة كبيرة كده، تقسميها 4 وتنزلي بكل ربع لوحده. انا كنت هركن الكرنبات دي صراحة، ما كنتش هسلقها النهاردة، بعدين قلت ايه، حسيت ان ورقها بادئ يصفر، ما انه جايبهم الاتنين مع بعض. جايبهم النهاردة والله يعني مبيتوش عندي، بس واحدة كانت شكلها فريش وحلوة، ودي كان ورقها بدأ يصفر، فقلت خلاص بما ان المية كده كده على النار اخدهم سلقة بالمرة. وطبيعي كنت انا يعني ايه، النهاردة اتأخرت في عمل الاكل، قلت لهم يعني إيه، كلوا اي حاجة، انا كده كده هتأخر في الاكل. يعني الاكل هنتغدينا تقريبا العشاء كده. حته ان المحشي بياخد وقت، المحشي مش بياخد وقت والله، بس هي حته ان انا بدأت فيه متأخر اصلا. تمام. معايا هنا زيت، الزيت مش كتير، انا شاورت لكم على الايد اوريكم ان انا حوالي نص كوبايه صغيره. تمام. حطيتها تقدح، اول ما قدحت كده بنزل بكميه بصل محترمه على حسب كميه الحشو اللي انت هتحشيه، او حسب كميه الرز. تمام. لايك بقى وشيروا كومنت حلو يشجعني. لو انتي اول مره تخشي عندي القناه اضغطي على جرس الكل عشان يوصلك مني كل جديد. ونذكر الله بقى، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم عاد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. دايما كده على طول ذكر الله يكون في لسانك باستمرار. قلنا ان دي من اسهل العبادات، اللي مش بتبقى مختصه ان انت مثلا تكوني متوضيه او تكوني قاعده في مكان معين او تكوني مش عارفه ايه. الذكر بتردديه على لسانك وانت نايمه، وانت قاعده، وانت بتغسلي المواعين، وانت بتروقي، وانت بتنفضي. فضل الذكر يعني بصي فوق ما تتخيلي. انت بتلاقيه كده معاكي، وانت بتعرفي كده ان ده من فضل الذكر، وانت ايه في الايام اللي بتعدي عليكي. انا كنت بشاور لكم ان انا بقطع خضره في الناحيه التانية، يعني انا مش واقفه قصاد البصل وخلاص. البصل يا دوبك بدبله يدبل، في فرق بين يدبل ويتبل، عشان في ناس ايه بتسمع كلمه يدبل انه يتبل. لا انا بدبله، بس بدبله هنا مش بحط التوابل دلوقتي خالص. الطماطم دي كنت انا ضرباها قلت لكم، وكنت واخداها غلوتين 3، ما كانتش متسبكه للاخر. طماطم ما شاء الله لونها حلو قوي للمحشي وللطبيخ، فظيع ما فيش يعني بعد كده. لو الطماطم اليوم ده سعرها حلو زي ما قلت لكم، انا بقالي فتره مش بنزل. في حبيبتي كده عرفتني ان هي تقريبا الكيلو ونص دلوقتي ب10، فهي لو كيلو ونص ب10 او الاتنين ب10، فهي حلوه قوي للخزين برضك، بالذات لو هي لسه حمرا بالشكل ده. تمام. نزلت بكميه الطماطم المحترمه دي كده، وهسيبها تغلي كده تاخد تدي مع البصل. شايفين لونها بقى؟ طيب انا ما حطيتش توابل في الاول ليه؟ لو حطيت توابل في الاول هتغمق لك الطماطم. شايفين لون الطماطم عامل ازاي؟ احمر ولونها حلو قوي قوي قوي. فانت لو حطيتي التوابل من الاول بتكتم اللون بتاع الطماطم وبتضيعه، بتخليها غامقه كده. دلوقتي بقى خلاص انا كنت محضره الرز بتاعي، غسلاه ومصفياه على جنب كده وحطه على جنب. هبدا انزل بيه بعد ما اطفي النار. انا هنا طفيت النار خلاص، النار مش ولا على على الطماطم والبصل. بقلبه تقليبه محترمه كده، ندخله في بعضه. وبعد ما نقلبه بقى هنبدا ننزل بالتوابل بتاعتنا. هو في ناس بتديله نص سوا على النار، انا مش بحب التكه دي. يعني انا بفضل ان انا يكون الرز بتاعي ني، كله ني، يعني يا دوبك بس هو اتقلب في التسبيكه وخلاص والنار مطفيه. لكن حته ان انا اسويه على النار، ليه اسويه على النار؟ الناس دي بتبقى خايفه ان المحشي بتاعها ما يستويش. انت لو اتبعتي الحشو بالطريقه اللي هقولك عليها والسوا هيطلع معاكي مظبوط تمام. حطيت كمون، حطيت ملح، حط فلفل اسمر، حط شطه حمراء ناعمه، وهحط حبه كزبره ناشفه محترمين. الكزبره لها فوائد لا تعد ولا تحصى. الكزبره الناشفه حلوه قوي 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 في المحشي، بتديله طعم حلو. الشطاره في الاكل مش بكتر البهارات،
يعني انا ما تجيش بقى واحد تلاقيه بقى حاطه لك بقى بهارات لحمه وسبع بهارات، واللهم صل على النبي، حاطه لك بصل بودر وتوم بودر ودي 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 ودي. بهارات المحشي متعارف عليها من اهالينا من زمان، من قديم الازل. هي اللي انا بقولك عليها دي بتخلي ريحه المحشي بتاعك مميز، بتجيب من اخر الشارع. قسما بالله اي حد هيهل كده على الشارع عندك هيعرف ان انت عامله محشي، الريحه دي جايه من عندك انت. اما التوابل التانية دي بتكتم ريحة المحشي، بتوديه في حتة تانية، بتغيره خالص، بتغير طعمه. فانت تتبعي توابل المحشي ثابتة، هي توابل المحشي. توابل اللحمة هي توابل اللحمة يا جماعة، كل حاجة ولها التوابل بتاعتها اللي بتديها طعم حلو. التقطيع بتاعنا بتاع الورق، في كذا طريقة لتقطيع الورق. يا اما هترصي كده كام ورقة فوق بعض يكونوا قد بعض كده بالشكل ده، كل ورقتين تلاتة فوق بعض او على حسب ايدك ما هتجيب يعني. وبروح جاية من عند العروق قطع العروق، وبمشي مع ميل الورقة. شوفي ميل الورقة ماشي ازاي، وبروح جاية مقطعاها اتنين تلاتة اربعة على حسب عرض الورقة بتاعتي هي قد ايه. تمام كده هتضمني ان انت طلعتي كل الورق بتاعك متساوي زي بعضه، مفيش لا صبع كبير ولا صبع صغير، هيبقى كله قد بعضه. طيب قطعته كده بالطول، وهبدأ بقى اقطعه كله ايه بالعرض على قد الورقة اللي انا هحشيها بالظبط، على قد الصباع. اسهل من كده مفيش، طريقه سهله جدا، ماشيين خطوه خطوه مع بعض للمبتدئين. مفيش اسهل من كده، هتبقي استاذه في المحشي، هتبقي استاذه لو مشيتي على الفيديو كده بحذافيره كده واللي انا قلت عليه. تمام كل ورقه متساويه معاكي، ده هيسهل عليكي ان انت لو حضرتي حاجتك وجيتي قبل ما تقعدي تحشي تبص تلاقي حاجتك كلها متحضره حواليكي، مش هتاخدي لك نص ساعه لف، هو لف الورق مش بياخد وقت. طب زمان بقى كانوا اهالينا متعودين بيقطعوا كده، بس انا عايزه اقول لكم ان انا ماسكه السكينه دي اصلا انا ما بعرفش اتعامل مع السكاكين الكبيره خالص نهائي، والسكاكين الصغيره للاسف كلها بقت بارده فجاه. كل مره اقول عايزه اخدهم اوديهم السوق للي بيسن السكاكين، بس مش عارفه الصراحه اعملها ازاي دي، اخدهم في الشنطه ازاي كلهم كده في شنطه السوق، او يعني الله المستعان اخدهم بقى واحده واحده اتنين اتنين مش عارفه. لكن انا من الناس اللي مش بحب اتعامل مع السكاكين الكبيره ولا بعرف اشتغل بيها يعني. انا دي حقيقه يعني، السكان كده دي ممكن اقطع بيها كيك، اقطع بيها الحلويات، لكن استعملها كده في ايدي واقشر بطاطس واقطع بيها كده ما اعرفش. بتقطعي بقى زي ما انا قلت لك كده، دي من اسهل الطرق في التقطيع. والعروق بردك مش هنرميها، طب هنعمل بيها ايه؟ بما اني النهارده انا هعمل المحشي قرديحي من غير لحمه ومن غير فراخ، فالفرشه بتاعت المحشي بتبقى تحت هي العروق. الفرشه لما بتحطيها عروق غير لما بتحطيها ورق. الورق لو فرشتيه تحت في قعر الحله بيكتم السوا، بيصعب عليكي عمليه السوا في المحشي، بيخليه يستوي من الحروف، ومن الوسطانيه بتاعت الحله بيفضل ني مهما تحطي له ميه وتقولي ده ايه ده خد وقت طويل ومش عارف ايه. محشي كبير قوي نص ساعه على النار بيكون ما شاء الله استوى. اما العروق بتسمح له بدخول الهواء وتوزع الحراره من كل ناحيه كده، بيبقى سهل في توزيع الحرارة، فبيبقى بيدي لعملية السوى نتيجة أفضل. أنا بقطع العروق كده زي ما انتم شايفينها، وبروح فرداها تحت في القعرية بتاعت الحلة. اقعد بقى الكيمو. اما طبعا لو انا هحط لحمه او فراخ متعودين عارفين الفرشه اللي بفرشها في الحله بتبقى ايه، فرشه بصل وفلفل وطماطم وجزر، اللي هي دي بحطها ايه للحمه. مفيش لحمه بحط بقى ايه اللي هي العروق بتاعت المحشي. دي كانت طريقة اهينا بيقطعوا كده وهم قاعدين بيحشوا وبيعملوا كده ايه، يعني كان كل حاجة بالنسبة لهم سهلة، يعني بيسهلوا الدنيا عليهم. لكن احنا بقى إيه يعني، الواحد بيفضل انه يبقى محضر الحاجة حواليه، وفي نفس الوقت برضك مع الكده كل ما بتكبري يعني عادي. يعني الواحد الاول كنت افتكر وولادي صغيرين احب اعمل المحشي من بالليل، ما اعرفش اعمل المحشي في نفس اليوم اللي هناكله فيه. طبعا كانت الولاد الصغيره بتاخد مجهود وشغل وكده ودروس ومدارس ومش عارف ايه، فكنت بحب اعمله بالليل اخر السهره وهم نايمين، وادخله التلاجة اقوم الصبح اولع عليه قبل ميعاد مجيهم من المدرسه. دلوقتي بقى عادي بقى، يعني النهارده الحاجات دي كلها كانت يعني خليت جوزي جاب الطلبات كلها ودخلت ولعت عليه وعرفته يا جماعه هو النهارده محشي، هو خلاص ما بس المحشي يعني طولوا بالكم عليا شويه، هنتغدى متاخر. شايفين الصباع طالع ما شاء الله صغنون وحلو كلك مقاس بعض. الكاميرا طبعا بتكبر الحاجة معاكي يعني، فهو الصباع صغنون قوي باين على كف ايدي وانا بحشيه.
وبرضك مش معاكي يعني انتي ايه تحنتفي قوي قوي كده، ولا تكبري قوي، خليكي في المعقول، يعني الصباع قد صباع ايدك كده حلو كده. لو ايدك صغنونه وحلوه كده يبقى الصباع صغنون وحلو كده، هيبقى شكله حلو في الاكل وفي العين، طبعا العين بتاكل الاول. تمام. هنلف بقى كام صباع معاكم كده، طبعا مش هقدر يعني اجيب لكم رجلين منين بقى اللي لف وانا واقفه. اروح بقى اقعد، وخصوصا ان منى هتساعدني، مع ان منى بتحب تحشي ورق العنب، مش بتحب تحشي الكرنب، وانا النهارده لاول مره اعمل كرنب لوحده. ورق العنب ما خزنتش السنه دي، جبت مره من فتح الله ما عجبنيش، طلع طعمه مش حلو زي اللي بخزنه. آه، جبت من واحدة بردك من اللي هي بتجهز خضار في البيت وبتبيعه، بردك ما عجبنيش، طلع مش حلو خالص صراحة. انا بخزنه بطلعه من الفريزر زي الفريش بالظبط، يعني بيكون زي الطازة. وعايزه اقول لكم المحشي يا جماعه، المحشي يعني من الاكلات اللي استحاله تاكليها من ايد حد، فتشطري كده وتعودي كده، وما تستغفريش في نفسك ولا في ولادك. الاقي واحد يقول لك ايه، يا اختي انا اقعد اكسر ظهري علشان اكله هتتاكل في 10 دقايق، اقعد اعمل ومش عارفه ايه. والله العظيم اتقالت لي وحياه ربنا، وانا عايزه اجي اكل عندك محشي، وقلت لها تعالي واهلا وسهلا مش عارفه ايه. بعدين قعدت انتوا، تبقى انا اقعد اعمل زي كده، اقعد وكنت عامله لها بقى يعني كام صنف بقى في الاخر. لا ده انت فاضيه، انا فاضيه انت فاضيه بقى تعملي المحشي ده كله وتظبطيه عشان يتاكل في 10 دقايق؟ ما ياكلوا بألف هنا وشفا. لازم تعملي حاجة بيتك كلها، ده الخضار لوحده والله العظيم كل مرة اقول لكم غسيل الخضار لوحده كده بيخليني ابقى مقلقه، يعني انا بفضل ماسكه الخضار كده بنقيه عود عود وامسكه تحت الميه كده، نشطفه ونظبطه ونصفيه. مين اللي هيعمل لك الحاجات دي؟ لازم كل حاجه تعمليها بايديكي. شوربه كدابه بقى، تمام، شوربه كدابه اخدنا، كنت حايشه معلقتين صلصه من غير بصل ومن غير حاجه، على حبه ميه كده سخنه، حبه ملح وفلفل اسمر، معلقه سمنه بلدي او اي ماده دهنيه عندك، وبديهم غلوة على النار، وبنزل بيهم على المحشي على طول، يقوم يعملوا له صدمة كده ايه، يستوي على طول. طيب، انا الحلة معايا ونزلته قبل كده على على الفيديو على القناة. لو لحرفها محشي، لو انا حشيها لحرفها ان شاء الله بعون الله بتستوي كلها من فوق من تحت ومن الجناب وكله. ليه؟ بتبقى زي ما انت شايفاها كده، تحطي الميه بتاعتك او الشوربه بتاعتك وتفرفريها كده، ما تكونش مكتومه. في ناس بتفضل تكتم الصوابع، مش لازم تكتمي الصوابع كلها وتلزقيها في بعضها جامد. يعني وكل كمان ما تبقى كمان طريقه الرص بتاعتك عشوائيه، كل ما بيستوي بسرعه وبيبقى افضل يعني في السوا. هو قلت لكم المحشي معايا مش هياخد له نص ساعه على النار، اللف برضك مش بياخد وقت، هو كل وقته في التجهيز. وهنا كان بسم الله ما شاء الله المحشي بتاعنا جاهز وزي الفل. والله العظيم بقى انا بقول لهم يا ولاد، انا طبعا البرد تعبني. يا ماما لا والله ده ريحته مغرقه الدنيا يا ماما، ده ريحته من بره ومش عارفه ايه. لا الف هنا وشفا على اللي اكل. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، اتمنى اكون فدتكم. الناس اللي هي كانت حابه تسليق الورق، طريقه التقطيع، طريقه السليق، طريقه الحشو من اوله لاخره. اتمنى انه يكون عجبكم، وان يكون الفيديو فيه ولو افاده بسيطه. ونذكر الله باستمرار، نذكر الله نذكر الله نذكر الله، ودعوة حلوة من القلب كده ولكم بالمثل. واتمنى يكون الفيديو عجبكم، متنسونيش من لايك وشير والكومنت الحلو اللي بيشجعني، ونقول ميعادنا معاكم الفيديو الجاي بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.